يسعد مساكن بخير وسلامة ومحبة وأمان مستمعينا ومتابعي إذاعة بوير اف ام يلي عم يسمعونا على الموجة 103.5 للي عم يشاهدونا على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون، وضيفي ضيف عزيز على قلبنا وعلى الإذاعة الدكتور الصيدلاني صلاح رمو. نحن وانتو رح نرحب بضيفنا لحتى نبدأ لقائنا ونقول له لضيفنا مساء الخير دكتور. مساء النور، يا مرحبا، يا أهلا وسهلا. كردي بعربي زبير. أكيد بالعربي. بالعربي. فاصل صغير مستمعينا وراجعين لكم، خلوكن معنا. اليوم حلقتنا مهمة إلنا وإلكن، خلوكن معنا. رجعنا لكم من جديد مستمعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5 يلي عم يسمعونا ويتابعونا ويشاهدونا على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. أهلا وسهلا فيكم. قلنا برنامج صحتك بالدنيا، ضيفنا الدكتور صلاح رمو، طبيب صيدلاني. دكتور صيدلاني هو ضيفنا. رح نحكي عن محاور جدا مهمة لليوم، واسمحوا لي نرحب مرة تانية ومجددا بضيفنا الضيف العزيز دكتور صلاح رمو. يا أهلا وسهلا يا ميت، مرحبا، نتشرف. شكرا لكم. أعطيتونا هالفرصة قدر الإمكان وضح وضع الأدوية، الوضع الصحي، وضع الأدوية قبل وهلا. تماما. مثل ما ذكر الدكتور ضيفنا الدكتور صلاح، رح تكون محاورنا جدا مهمة بما تخص الأدوية، تناول الأدوية، وضع الأدوية سابقا وحاليا، موضوع الأسعار، موضوع توفرها، موضوع انخفاض الأسعار، يعني العديد من المحاور. وبتمنى أنتم كمان تشاركونا بأسئلتكم حتى يصير اللقاء غني. بداية دكتور، هلا لو نحكي عن موضوع التوفر الأدوية، نحن هلا حاليا كنا يعني عشنا كذا سنة بمرحلة أزمة، وهلا حاليا عم نعيش فترة تانية هي كمان لا تقل يعني عدم استقرار. لو تحكونا عن وضع الأدوية سابقا وحاليا عم تعايشنا مع الوضع. الله يعطيكم العافية. شكرا لك دكتور. خلال من 2011 لهلا، طبعا قبل 2010 كان وضع الأدوية بسوريا وضع جيد، يعني وضع جيد من حيث كنترول. في كان كنترول على الأدوية من حيث الاستيراد، من حيث التصدير، من حيث نوعية الدواء، من حيث المادة الفعالة، الجودة مثلا، من حيث الجودة. نعم. يعني يعتبر الدواء السوري من العشر الأوائل في قوائم الدول العربية بالنسبة لنا. كانت تطبق عليها المقاييس الدولية. لكن بعد
2010 نعم. الأمور كلها تماما. تغيرت، صار فوضى غير طبيعية بكل المجالات بما فيها المجال الصحي. لكن المجال الصحي له خصوصية معينة، تمام. لأنه بيأثر على صحة الإنسان بشكل مباشر. أكيد. وبالتالي بدنا نشرح شلون الأدوية هلا، وكيف الأدوية، وشو وضعهم، وشو النواقص، شو بالنسبة لتوفر الأدوية. الأدوية بعد 2011 صار صعوبات كثير. نعم. مجيء الأدوية بالنسبة من الشام لمحافظة الحسكة أو لمناطق شمالي شرقي سوريا، نعم. كان في صعوبة جدا، حتى لدرجة أنه أضافوا 28% كان يسموها ضريبة الشحن، تماما. حتى يوصل الدواء من دمشق يلقى مشكلة. تماما. وبالتالي عبء على المواطن. يعني أنت لما تضيف قطعة 28% على قطعة دواء، يعني كل مليون ليرة بنضاف 280 ألف، بينما الصيدلي ربحه 25%. هذا سؤالي كان تصور. سابقا، وين من المفروض انه يكون 25؟ لا 25. تمام. الصيدلي في جميع الأحوال 25. نعم. لكن ضريبة الشحن مين ياخذها؟ المستودع بيضيفها على الدواء، لأنه عم بيدفع للفرقة الرابعة اللي كان حاطط نعم. حواجز. نعم. ممنوع الأدوية يطلع من عندهم إلا ما ياخذوا على كل متر مكعب كذا دولارات. تمام. حسبوها 28%. جهات أمنية كانت جهات مسؤولة. أمنية مسؤول عن إضافة 28%، بيسموها ضريبة الشحن. وهذا عبء. وهذا عبء على المواطن. نعم. وعبء على المستودع. وعبء على الصيدلي. وبالتالي سعر الدواء بينه وبين الشام لا يقارن. تمام. يعني قطعة الدواء في بالمية 28 فرق. يعني قطعة الدواء حقها 100 ليرة، بينما عندهم حقها 72 ليرة. تمام. في فرق كتير. فوصفة تجي ب 400 ألف، في فرق حوالي 100 ألف. تماما. فعبء على المواطن يشعر الدواء قبل مو رخيص بالنسبة لدخل الفرد. الدواء عندنا غالي. تمام. مو غالي بالنسبة لدول المجاورة، لكن الدواء غالي بالنسبة لدخل الفرد، لأنه دائما يقاس بالنسبة للمعيشة. دخل الفرد مع الدواء، وصفة واحدة مثلا راتبه فرضا 100 ألف. نعم. إذا وصفة بتجيب 4000 ليرة، 5000، 50 ألف أو 60 ألف، نعم. شلون صارت هاي؟ لا يقارن. تمام. لا يقارن. هاي معضلة أساسية، هاي صعبة. هاي طبعا الوضع استمر 11 سنة بهالشكل. تمام. بين في دواء، وبين دواء مفقود، وبين ما بيسمحوا، وبين بيسمحوا. يعني فوضى غير طبيعية. تماما. وبالتالي السماسرة والاستغلال اللي كان عم بيجيبوا الأدوية كان يستغلوها. دواء مثلا، مثال، دواء مفقود ما ينباع بشكل طبيعي، ينباع بشكل حر لأنه مفقود. تماما. البائع بيستغل، البائع المستودع بيستغل. مثلا بيجيب 1000 قطعة ما في بالسوق كله، خيوه بدنا نبيع حر. بدنا نبيع. يا أخي شلون بدك تبيع حر؟ حقها 20 ألف تبيع ب 40 ألف، والله بكيفك. تاخذ ما تاخذ بكيفك. والمريض بحاجة. والصيدلي بحاجة، والمستودع عم بيجيبها من الشام، لأنه المعمل عم بيبيع حر. الخلل مو عند المستودع. الفكرة هون هي ده كانت الخلل بالمعمل. نعم. يستغل الأدوية، نقص الأدوية، يطالع كمية ما بتأدي المطلوب. نعم. وبالتالي يستغلها ببيع بسعر زيادة. هاي كان مشكلة بالنسبة لنا وبالنسبة للمستودع. وبالأخير نحن ما عم نخسر، الصيدلي ما عم بيخسر، المستودع ما عم بيخسر، بس العبء على المواطن. تمام. المواطن مسكين بينضاف 28%، بينضاف هالأسعار زيادة كلها من جيب المواطن. تماما. ودائما المواطن بيدفع الضريبة دائما. طيب طبعا بكل الأمور. أكيد. دكتور، هلا خلال حديثنا حكينا عن موضوع النقطة الأمنية أو الجهة الأمنية بما تسمى الفرقة الرابعة، كانت هي المسؤولة عن رفع قيمة الدواء لحين وصوله للمريض المستهلك. بالضبط. يعني بالضبط. طب دكتور، هلا بهالوضع الحالي هلا نزال هالشيء هذا، راحت هلا، ونحن عشنا فترة كانت تجي الأدوية ضريبة كذا بالمية، يعني ضريبة ارتفاع 28% أو ارتفاع بسعر الدواء بالمية كذا. تمام دكتور، لو نحكي عن هذيك الفترة وهلا من المفروض وين يوصل الدواء؟ هلا نحن تغير الوضع كقراءتكم للواقع. بالضبط. يعني هلا نعم. نحن بسوريا جديدة. نعم. نحن نتأمل مو بس على الوضع الصحي، على كل المستويات. نعم. على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي، بما فيها المستوى الصحي. تمام. لأنه الصحة مرتبط بوجود الإنسان. صح. الصحة مرتبط بحياة الإنسان. وبالتالي بتاخذ أهمية قصوى بالنسبة للمواضيع الثانية. نتمنى إنه بنحط سيستم جديد. استيراد الدواء كان يجي بشكل غير طبيعي، كان يجي بشكل فوضوي. من المفروض طرق غير مشروعة مثلا. نعم. يفوت على سوريا
في شيء اسمه مخبر مراقبة الدواء. كل دواء بيفوت على أي دولة في العالم لازم يراقب الدواء، يفحص الدواء، يفحص المادة الفعالة، تاريخ الدواء، يخضع لتحليل أو تحليل عام. نعم. يسموها مخبر مراقبة الأدوية. تمام. مخبر عام. كل دواء يدخل ياخذ مجموعة من الأصناف عينة وبيحللوها أوكي أو لا. تماما. أما يكون ممنوع الدخول أو بيعطوهم أوكي. مع الأسف خلال 13 سنة ما كان في شيء اسمه مخبر مراقبة الدواء. للأسف كان استيراد الأدوية بشكل فوضوي من هند، من إيران، من تركيا، الدول المستفيدة. نعم. الدواء لما يدخل لبلد بدون كنترول له عواقب الوخيمة. تماما. من أول العواقب أنت عم تاخذ دواء مريض بالسرطان، نعم. مريض بالسكري، مريض التهاب كبد مزمن، بياخذ الدواء على أمل بده هالمريض بده يطيب، مع العلم أنه لما بياخذ الدواء جرعة معينة في سيستم عالمي يعالج الطبيب ضمن برنامج معالجة معينة، لكن إذا المريض ما عم يستفيد شيء لأنه المادة الفعالة بالدواء غير طبيعية. صح. من المفروض مثلا المادة الفلانية فيها 1000 ملي جرام من الدواء بيحطوا فيها 500 ملي جرام، لأنه المعمل عم بيدعي أنه سعر ما يناسبنا. صح. السعر لا يناسب، لأنه سعر الأدوية عندنا بالنسبة للدول المجاورة نعم. منخفض يعني. منخفض، رخيص. نعم. كتير. نعم. فالمعمل مجبر بخفض المادة الأساسية، والدولة ما عم تحكي لأنه ما في كنترول. تماما. وأي دولة وأي مجتمع إذا فيها فساد وإفساد كل الأمور فيها سلبيات بما فيها الصح. صح. طالما في فساد. ناحية تانية الصحابين المعمل لما يستوردوا الدواء المادة الفعالة عادة في شركات الأم، شركة فايزر، شركة زيما، شركة باير، ألمانية، أوروبية، أمريكية. هالشركات الأم عم بيعطوا المادة الفعالة ضمن أطر معين. نعم. هالمادة الفعالة مثلا سعرها $50,000. تماما. الجماعة كانوا يجيبوها من هند أو باكستان أو إيران $1,000، لكن يسعروها على أساس $50,000. شوف الفرق. استفادوا كمان. شوف الفرق. معناته هدول كلها بزنس ماني، بزنس مادي، مو ناحية تجارة. دائما المعمل الدوائي يجمع بين الإنسانية والتجارة، لكن حذفوا الإنسانية منها، بلشوا بالتجارة. للأسف يعني. مثال مادة الجبتاجون. نعم. مادة الجبتاجون معلش ندخلها معلش دكتور، معلش خذ راحتك مجال واسع. مادة الجبتاجون مادة مخدرة. نعم. في شركة بحمص، شركة سعد كان يساويها. نعم. ضمن المجال الطبي يستخدم للصرع، لأمراض عصبية، لمواد معينة، يعطى بكميات معينة ويحاسب الصيدلي ضمن دفتر معين. نعم. يسموها دفتر المخدرات. صرف. نعم. يوقعها من مديرية الصحة ويبعثها على وزارة الصحة. انت ايش قد صرفت وش قد عندك ولوش صرفت، وكل صرف بوصفة طبية ذات تماما. أكيد. كان في نظام مع معلومات هوية وصرف شخص. نعم. تاخذ الهوية، تاخذ نسبته، تاخذ اسمه، تاخذ اسم الطبيب، وتاخذ الوصفة وتحتفظ فيها بالمقارنة مع الصادر والوارد مع عندك. الصادر. نعم. مع الأسف صار 13 معمل كبتاجون عم يصدروها لبرا. نعم. معروفة على مستوى سوريا. طبعا. كان إنتاج الكبتاجون، إنتاج سوريا من الكبتاجون خلال 13 سنة كل سنة 7,600,000,000. أرقام. تصور أرقام مثبتة، مو أنا عم بحكيها. تمام. أرقام المؤسسات الصحية عم بيقولوا. فهاي بينعكس على مين؟ بينعكس على الشعب السوري. نعم. بينعكس على المواطن السوري. بينعكس على البنية الاجتماعية والصحية للمواطن السوري. تمام. ما عدا النواحي الثانية، ما عدا تصديرها، أنه بالداخل كان معبأ. كبتاجون كان في بالمحافظات كلها موزعة، ما عدا تصديرها. كان في له سيئات بشكل يعني تصور شباب جدد في ضمن هالفوضى آثار سلبية. آثار سلبية. نعم. يعني لما ياخذ الكبتاجون بيعطوه معناته هالشخص أولا انعزل عن المجتمع، اثنين صار عالي على المجتمع، ثلاثة إنتاجه صفر، وبالتالي بينعكس على الناحية الاقتصادية والناحية الصحية والناحية النفسية والناحية السياسية. هدول عقابيل الدواء. هذا آثار بيسموها الآثار السلبية لأخذ الدواء. نحن جبنا كمثال كبتاجون. تماما. ما عدا الأدوية الثانية وضع المعامل عنا لازم يتجلس. يعني الدواء مريض لما ياخذ دواء السكري مسجل 1000 ملي جرام طبيب وفيها 400 ملي جرام، جريمة تاريخية هاي. لأخي زيد السعر، انت ضبط دواء وضبط امورك وضبط سعرك كمان، معلش سعرك سعر الموازي ثبتها، بس اعطي دواء للمواطن، اعطي دواء كويس.
المواطن بيعطيك حقه ويعطيه حقه. هذا الحكي لمين نوجهه دكتور؟ نحن للمعمل؟ لا أصحاب هلا طبعا هلا قبل راح تماما نحكي عن الماضي انتهى. عن صفحة جديدة. نحن نتمنى من المؤسسات الصحية الجديدة اللي بدها تجي، الجهات المعنية، نعم، يوضع نظام ضوابط معين، نعم. ضوابط معينة لاستيراد الدواء، لتشغيل المعامل، كنترول الدواء، حفظ الدواء، إيصاله للمريض بشكل نظامي، مثل دول، ما نقول مثل الدول الأوروبية بال160، خلي تكون بال160 نظامية، مو بال100، لأنه بدها وقت. أكيد 100% بدها وقت، بس نحن بدنا بال160. ما بنعطي والله علبة حب حق 3000 ليرة، لك يا أخي حق 3000 ليرة هاي ما فيها دواء. إيه شو بدنا نساوي؟ سعرها رخيص إجباري بدنا نساوي، مو حل على حساب المواطن. لا تساوي تماما، سكر المعمل، لا تساوي، انت مسؤول. انت لما بتشتغل هالشغله انت معناته مجرم تجاه المواطن عليك ضغط. ما بعرف، نحن نقول اللي انتهى والوضع اللي راح. نتمنى الوضع الجديد بيرجع المؤسساتنا الصحيه، معاملنا الادويه عن طريق الوكالات، كل شيء يتنظم ضمن ضوابط معايير دوليه. نعم. الاستيراد مو هلا قبل بهالفوضى أدوية تيجي على السوق لا ضوابط، نعم. لا نظام، لا كنترول أبدا. من ما يجي تاجر يطلع يجيب 200 صنف يدخل على السوق يساوي دعاية بدون أي ضابط. غلط هاي تماما. على مين بنعكس؟ على المواطن المسكين، على المريض بنعكس. تماما. كلنا أهلنا مرضانين ونحن نمرض. يعني ما كله في على إنسان الشعب، كله دائما الشعب بيدفع ضريبة. أكيد. دائما المواطن بيدفع الضريبة للأسف يعني. تماما. رح أذكر مستمعينا للي عم يسمعونا عبر التردد 103.5 ضيفنا بالاستديو الدكتور صلاح رمو، دكتور صيدلاني، عم نحكي عن محاور مهمة جدا، وهو حقيقة طبيب قدير ومن أقدم الأطباء الموجودين في المنطقة. عم نحكي عن محاور مهمة جدا، وانتم لا تبخلوا بأسئلتكم. ونوجه تحية للدكتور رضوان محمد، هو بعث لنا سؤال ورح نطرحه على ضيفنا الدكتور صلاح. مشكور الدكتور رضوان. عم يصلح سؤال دكتور، هل من المتوقع أن تتوفر كل الأدوية؟ 2، وأن تصبح أرخص وبعد القوانين الجديدة من سقوط النظام السابق الذي كان يعمل تضييق وخنق ضريبي جمركي وعقوبات؟ إذن هل تتوفر الأدوية وتصبح أرخص؟ أتوقع أنه بده يصير الأدوية كامل متوفر. ليش؟ لأنه فتحوا المجال، هن على حكيهم أنه فتحوا السوق مجال حر لكن ضمن ضوابط. جيد. مو فتحوا السوق، نحن ما عم نستورد الجزر والبندورة، عم نستورد الأدوية. الأدوية مرتبط بصحة الإنسان. وبالتالي القطاع الصحي مختلف عن القطاع الغذائي، مختلف عن القطاع الاجتماعي، عن القطاع الرفاهي. نتمنى انه الاستيراد ينفتح ضمن ضوابط معينة وضمن كنترول معين وفي مخبر مراقبة الأدوية. 2، أسعار الأدوية بالنسبة لنا مو غالي، لكن نتمنى انه بيرفع دخل الفرد. في تناسب بين دخل الفرد وأسعار الأدوية مؤكد. يحطوا دائما مقاربة حقيقية بين دخل الفرد وبين أسعار الأدوية. نعم. مو بس أسعار الأدوية، أسعار كل المواد بما فيها المواد الغذائية، صح. بما فيها المواد الترفيهية. يعني في مقاربة مقبول بين الراتب اللي عم ياخذها المواطن وبين معيشة المواطن. نعم. سواء الصحية أو الاجتماعية أو النفسية أو الرفاهية، في نوع من التقارب. مو معقولة راتب المواطن أو الموظف بيأدي 10 أيام، مو وارد. نتمنى من سوريا الجديدة ومن المسؤولين الجدد انه ياخذوا هاي بعين الاعتبار. تماما. اكيد عبر منبر بويروى نحن نخاطب الجهات المعنيه اللي هي مسؤوله عن هالامور هاي، يعني كلام مختص وطبيب نوجه التحية ونوجه الإعاز مثل ما بيقولوا أي يعني تحت أي مسمى أنه عم نخاطبكم أنه تقوموا بهالإجراءات المفروض أنها تنعمل. طبعا دكتور هلا أكيد نحن محضرين كتير من الأسئلة والموضوع هو جدا مهم بيلامس المواطنين. أكيد. يعني دكتور لو نحكي عن واقع المعامل هلا حاليا، يعني الفترة اللي مضت كيف كانت وهلا حاليا شو هن المعامل اللي قائمة واللي من المفروض هي عم تشتغل؟ والله شوف، هلا في كم معمل تسكرت
اثناء الاحداث، نعم. بوضع الاحداث. وفي معامل هلا معمل التاميكو والديماس اللي تابعين للدوله، نعم. لو يدعموهم ويرجع مثل الاول نعم. افضل للادويه. صح. معمل الديماس والتاميكو تمام. عم نحكي بالتسعينات وبال2000. تمام. افضل للادويه كان يضاهي الادويه الاجنبيه. صح. لكن بعدين صار لها تسويق سلبي وانتاج سلبي، وبعدين المعامل الخاصه تلاعب بكل شيء. وطالما في فساد لا يمكن بلد فيها فساد يكون منتجاته جيدة أو نموذجية. لا يمكن. لأنه ما يطبق عليها المعايير. تماما. لأنه المعايير يشترى. تماما. فالمعيار لما يشترى صعب. صح. 2 نتمنى انه المعامل ترجع لوضعها الاصلي. هلا في معامل بصراحه ما توقف، في معامل بسوريا ما، لكن انتاجهم خف وكان يصدروهم لبرا اكثر ما يوزعوهم بالداخل مشان يساوي توازن. يعني كان في معامل بتصدر لبرا، لانه معمل مثلا بيصدر عم بيبيع $، سعر المرهم عندنا انا بزماني بالعراق بالمرهم نستا ميتازون حق 13,000 عندنا، عندهم حق 80,000. لا يقارن. صح. لأن دخل الفرد عندهم أعلى. فكتير من المعامل يصدروا الأدوية كان لبرا. نعم. ويصير نقص رغم أنه عدد سكان سوريا 15 مليون كان برا. فأنت قارن 60 معمل كان شغال كان يغطي 24 مليون. من 24 مليون رجع ل 19 مليون. في فرق. نعم. في فرق كتير. وأكثر الأدوية كان يوزع بشكل غير طبيعي لمحافظات النامي، محافظة الحسكة، لأنه استعمالات الأدوية عندنا كله غلط بغلط. صح. نحن شيء اسمه صحة، معلش خد دكتور، خد راحتك، نحن حابين أي محاور تحكيها على راحتك. شيء اسمه صحة ما في عندنا. نعم. مع الأسف ثقافة صحية وطبية، لا ثقافة صحية ولا ممارسة صحية. نعم. ولا قوانين صحية، كلها قوانين قديمة غير كلها قابلة للتجديد. تماما. من حيث المستشفيات، من حيث مهنة الصيدلي، من حيث تصنيع الدواء، من حيث تسويق الدواء، من حيث حفظ الدواء. حفظ الدواء أهم من إنتاجه. تماما. هاي أحد محاور اللي راح نناقشها. حفظ الدواء نعم. أهم من إنتاجه. كل هالأمور نتمنى بسوريتنا الجديدة اللي هالظلم وهالدكتاتورية اللي خلصنا منها خلال 55 سنة. نعم. على صدورنا كل شيء، يعني تفاجئنا بكل الأمور للأسف. تفاجئنا للأسف. بس شو بدنا نساوي؟ والقطاع الصحي ضمن هالقطاعات. يعني أنت لما تحط مدير صحة يا مدير مشفى وما بيعرف شو هو الصحة وما بيعرف شو هو صح وما بيعرف شو أساليب الصحة، كلام سليم، جاي بيطبق الدكتاتورية اللي بعقله ملتزم سواء بأيديولوجية معينة. نعم. عم بيطبق مو معايير الصحة، عم بيطبق معايير الإدارية الدكتاتورية للأسف. الأطباء، والأطباء قطاع صحي مع الأسف. للأسف. شلون بده يتطور الصحة؟ طبعا. شلون بده يتقدم أطباءنا ومستشفياتنا وزاراتنا؟ يعني على مثال مدراء الصحة من أسوأ الأطباء كانوا. نعم. مدراء الصحة بكل المحافظات. نعم. مو بس عنا، لأنه عم بيجي عن طريق الواسطة، لأنه يجب أن يكون ملتزم حزبيا. نعم. عسيا. يجب أن يكون أهم البنود هي. أهم البنود. نعم. الولاء مطلق، التبعية مطلقة، القرارات تجي من فوق، ولا يطبق قرار لمصلحة المحافظة أو القطاع الصحي في المحافظة. مع الأسف. تماما. هاي واقع مؤسف يعني. تماما. اليوم هيك رح نعطي مجال للدكتور صلاح، هو مطلع وخبرة حقيقة. يعني هي حلقتنا الطبية بحتة، ولكن عم نحكي محاور وآلام السلك الصحي من أطباء وناس مرضى. يعني عم يحكي يعني هو عايش مع الوضع اللي عايشناه هالسنين اللي مضت. رح نناقش كتير مواضيع، وحقيقة هو يعني عم يعطينا معلومات جدا مهمة وقيمة. دكتور، خلال حديثكم من شوية حابب هيك النقطة موضوع مخاطر أو ثقافتنا المنطقية من أخذ الأدوية سواء كان بشكل عشوائي من تلقاء نفسه. الأطباء زملائكم الصيادلة اللي مثلا خلينا شوي اليوم تكون الحلقة شبيهة باتجاه معاكس نوعا ما دكتور، انه الاطباء زملائكم مثلا بيتعدوا على مهنة الطبيب الاطفال، مهنة اذا كانوا هدول بمناطق نائية، هاي لا حول
حول ولا قوة مثلا. بس مثلا صيدلاني بيتعدى على مصلحة طبيب أطفال أو طبيب داخلية، ممكن هل الدواء هذا يضر المريض؟ وهل المحور هذا إلى أي مدى ممكن يأثر؟ هل آلية العمل، آلية أخذ الدواء على المريض وربما على الطبيب كمان؟ أكيد. نعم. أنا دائما أقول عندي بالصيدلية من خلال عملي، أنا صار لي 42 سنة بهالمهنة. تماما. أنا من خلال عملي وخلال وجودي بالصيدلية وخلال ممارستي لهالمهنة، نعم. أنا دائما عم بقول لا يوجد شيء اسمه الوعي الصحي. نعم. أبدا. بمجتمعاتنا طرق النخبة المثقفة، النخبة نعم. الصحية على الطرف، نحن نحكي على عامة الشعب. ما في شيء اسمه الوعي، الثقافة الصحية، الثقافة العلمية، الحد الأدنى من الدواء. مثال، من المفروض لا يمكن يجي واحد ياخذ دواء قلب من الصيدلي وصيدلي عم بيعطيه بدون ما بيعرفه. لا يمكن تعالج شخص بلكي عنده أمراض ثانية. الآثار السلبية للدواء اللي عم تعطيه ممكن جريمة صرع، جريمة تاريخية غدة مع الأسف. نعم. يجوا على الصيدلية أعطينا هالعلبة وإذا مو من نفس اللون تماما، حتى إذا في مادة ثقافات يعني. شوف عدم الوعي الصحي. صح تماما. دكتور أعطينا، لا لك يا أخي هاي فالزارتان، هاي دواء ضغط، هاي مادة هيدروكلوريازين مع فالزارتان تماما. في 6 معامل. ما بدي، خلص بدي اللون الفلاني. مع الأسف عدم وجود الوعي الصحي. صح. 2، حتى الصيدلي مهنته عم نشتغل غلط. ابتداء مني وانت طالع عم نشتغل كله غلط. صح. من الأطباء. نعم. لأنه لا يمكن طبيب داخلي، طبيب أطفال، طبعا مو كلهم، نحن عم نحكي يعالج الكبار. نعم. أو يعني تروح المهنة، يعني شغلنا وشغل الأطباء لا يطبق المعايير الدولية فيها. هي مشان بالعموميات. بالعموميات. نعم. يعني أنا شفت بأوروبا وأنا داير كل أوروبا. نعم. ما في هالسيستم اللي عندنا، ما في، هي كله غلط نهائيا. لا يمكن الصيدلي يعطي حبة وحدة إلا في وصفة طبية. ولا يمكن للطبيب أن يفحص شخص إلا وصفة طبية ذات قيمة، بيعطيها وبيوقعها وبأعداد معينة، وكل مرة بيعيدها لازم بده وصفة، بالأخص المواد العصبية والمواد. نعم. ما يصير. نحن عندنا كله غلط، بس مو ذنبنا، لأنه الواقع الاجتماعي متخلف. صح. الواقع الصحي ما في. تمام. البنية الصحية ما في. البنية الاجتماعية متخلفة. فنحن تعودنا على الخطأ، وما بني على خطأ هو خطأ. باطل طبعا. باطل، ما لا يمكن. 2، القطاع الصحي عندنا، ليش عم نقول انه نحن توجهنا صار غلط، صار مادي اكثر ما هو صحي. صح. مع الاسف. نعم. مع الاسف انا عم بحكي الشارع، مو انا عم بحكيها، انا عم بحكي باسم الشارع. صح. يعني لما شخص يساوي عملية، مو كل الأطباء، وعمليته ب15 مليون، أنا معك 15 مليون ألف دولار بالنسبة للعملية بالدول الإقليمية ما شيء، بس بالنسبة لدخل الفرد عنا منين بده يجي؟ كارثي يعني. يعني أنا كمثال أجيبها. نعم. أمراض السرطان. أمراض السرطان عندنا منتشر، وأنا حكيتها قبل 10 سنين إنه بعد مدة بال140 بده يصاب بالسرطان نتيجة الجو، نتيجة البيئة والمي والأكل، كله عوامل مؤهلة. نعم. للسرطان. الجرعة النظامية للسرطان إذا عالجتها بشكل مضبوط، أنا شفت بأوروبا بكل شهر 10,000 دولار بروجرام نظامي، دواء أوروبي. طبعا بأوروبا مجاني، ما في مصاري. عندك بطاقة مجانية من نعم. تأمين صحي 10 ملايين دولار. نعم. ما حدا تأمين صحي. نحن المصيبة عندنا المريض شنو بده يتعالج. نعم. فالدكتور مجبر عم بيعطي، يعني أنا ما أذكر الأسماء. نعم. أحد الأطباء مختص بالسرطان حكى لي، قال يا أخي عم نطبق البروجرام بال130 بال130 للأسف، ودواء هندي. دواء تركي أو هندي، أدوية الله مجهولة المصدر، يعني مجهولة المصدر. وعم تعالج سرطان، عم تعالج يعني أخطر بس مريض. نعم. مرض على نعم. وجه الأرض. أكيد. أنت لما تعالجه وبنفسك عم تقول والله هالمعالجة شو بدك تساوي؟ نفسيا عم تريح المريض، لكن عمليا عم تموته. صح. جرعة كيميائية عم تعطيه ب200 دولار ب300 دولار، شو بده يستفيد منها؟ للأسف. شو بده يستفيد منها؟ مصدر الدواء ما بتعرف، كمية الدواء اللي فيها ما بتعرف، ترخيص الدواء منين ما بتعرف، شركة الأم تبعها ما بتعرفها، ومجبرين. هاي الواقع. نتمنى هالواقع نتخطاها بعد نحن كل أملنا سوريا الجديدة، كل هالأمور لازم ينتهي إن شاء الله. وكل الأمور لازم يصير ضمن على الأقل تدريجيا.
اكيد ما بتأمل. بدنا هالامور وضع 55 سنه لا يمكن بليله وضحاها نوصل ما نتمناه، لكن اذا حطينا حالنا على السكه بنوصل للهدف. اكيد دكتور، نحن محضرين كتير اسئله وعم يداهمنا الوقت، يعني ما بعرف اذا الكنترول اشرونا كم دقيقه معنا مجال. دكتور لو نحكي عن موضوع هلا في هيك بدنا ندمج الاسئله نحاول نختصرها. معلش. موضوع ادويه الاطفال هن الحساسين جدا، طبعا. والتاريخ صلاحيه الدواء. مثلا بنسمع احيانا دكتور انه والله الدواء الفلاني انتهى بهالشهر هذا، بالضبط. ولكن بسبق وصادفناك وحكيتوا على هالمحور هذا انه في مده معينه لا باس بها، يعني بالضبط. حكينا على هالمحور هذا الاطفال وهالصلاحيه. اولا طبعا كل دواء له تاريخ. نعم. واخطر شيء تاريخ على الاطفال. نعم. لانه الطفل بنيته الفيزيولوجيه صغير هو. نعم. يعني بيتسمم اوام. تماما. علميا في بيسموها نصف عمر الدواء. نصف عمر الدواء. نعم. 6 اشهر اصحاب المعامل، طبعا عم بحكي انا على اوروبا. على المؤسسات الدوليه، على منظمات الصحه العالميه. دائما عم بيخلوا 6 اشهر بيسموها نصف عمر الدواء. نعم. هال6 اشهر ما ياثر، لكن يخف المادي. بس ما ياثر على المريض. تماما. ما ياثر على المريض، لكن الماده الفعاله عم بيخف. نحن للتحذير وللامانه لما ينتهي ما لازم نحتاج خلاص. تماما. لا الا اذا تحمي نفسك اذا انفقد عدم وجود دواء، مجبر المريض في وضع معين ما في الدواء. اذا كان تاريخ قريب، يعني اذا كان تاريخ الا شهر. اذا ما في معلش. يعني انا بتذكر قريت مقال الجيش الامريكي، اجيب لك مثال معلش دكتور معلش مشان انتهاء الادويه. الجيش الامريكي عنده حوالي 200 مليار ادويه. هاي دراسه عمليه. الادويه مخزنينها، دواء منتهي تاريخه، شافوا بعض الادويه رايح تاريخهم 10 سنين ولسه الماده الفعاله طبيعيه فيه. بالنسبه عندهم طرق الحفظ، طبعا طرق الحفظ اكيد، والتصنيع مو مثل عنا. فنحن التصنيع سيء. نعم. والحفظ سيء، والمواد الاوليه سيئه. فنحن ما يطبق علينا الشروط اللي باوروبا ما ينطبق علينا أكيد. فنحن يوم واحد بدليل انه عندنا 2 بينما باوروبا 4 و5. مده حفظ الدواء، مده تثبيت الماده الفعاله في الحبه او في الابر ما نقدر نساويها 4-5 سنوات، لانه ما يطلع بايدنا. تمام. طريقه التصنيع بدها شغله عمليه، بدها علم، بدها ثقافه، بدها معامل، بدها كنترول. تماما. دوائنا 2-3 بينما باوروبا في 5 سنوات و7 سنوات. تماما. يعني هاي شغله هاي ماده اساسيه. نحن نقول دواء لما ينتهي من المفروض الصيدلي يحطه على الطرف. قبل الشركات العالميه كان انا اتذكر كنا نستورد، ما كان في قبل ال90 ما كان فيها شركات وطنيه. صح. كل استيراد. تماما. كل دواء ينتهي يجي اصحاب الشركه يجمع الادويه وياخذها. ابدا. بعد التسعينات لما صارت معامل الادويه ولما صارت فساد وافساد ما في ترجع كبه. تماما. يعني احد الوسائل هاي لانه بيشتغل بزنس، هو ما بيشتغل بالصحه. صح. يشتغل بزنس. ولما انت عم تشتغل بزنس معناته الناحيه الصحيه اهملتها. صح. لما ما توفر الدواء وصارت احداث ما بقى يرجعوا، ما بقى يعطوا بالحصص ويعطوا دواء حر. نعم. ويعطوا بالقيمه الزائده. صح. ويتصرفوا اللي مثل ما بدهم بدون ضوابط وبدون حسيب ورقيب. حسيب ولا رقيب. تمام. دكتور قبل ما نجي هيك اليوم على الحلقه، احد الاصدقاء قال لي انه موضوع الزجاجات الشراب مثلا ليش بتجي لونها غامق داكن، وموضوع فتح الدواء وحفظه مثلا اذا ما خلصت الشراب لاي يوم فيني يعني استخدمه. نعم. بشكل عام كل دواء يتاثر باشعه الشمس، لانه اشعه الشمس يصير تفاعل كيميائي ضمن الشراب. تماما. يساووها بنيه لعدم وصول اشعه الشمس جوات القنينه. تماما. حلو كتير هذا. 2 كل شراب يستعمل 15 يوم. مجرد فتحتها يتجرسم. مو موضوع استعمالها. نعم. انت لما تفتحها وتعطيه ياخذ هواء. صح. اذا ما انت بدك تحفظها بالبراد بالباب بشكل نظامي وتحفظ عليها، لكن اكثر من 15 يوم ما يصير. تتلف. قطرات اكثر من 15 يوم تتلف بشكل نهائي. تنكب ابدا. لذلك الشرابات دائما مدتهم 7 ايام يخلص. صح. ما عدا بعد الشرابات تبع النمو ما نمو ممكن. هاي 15 يوم يتموا. الفيتامينات شرابات صغيره 100 ملي. اقصى حد 200 ملي. صح. اقصى حد. ما يصير تستعمل
بدون شراب تستعمله بشكل دائم. تماما نعم. تماما. سؤال آخر دكتور، عم ضلوا معنا 3 دقائق دكتور. هلا مؤخرا بمنطقتنا مثلا كان حتى ايام جائحة كورونا كان الناس يخلطوا موضوع خلط الابر. مثال خلينا نجيب ديكسون وديكلون، ما مدى خطورة هلا مع انه ما كانت تتفاعل المادة؟ اكبر خطأ طبي دمج الابرتين. نعم. واكبر خطأ طبي استعمال الديكسون والديكلون بدون وصفة طبية. تماما. 3 الديكلون مادة بأوروبا كلها قليل يستعمل، صح، لأنه بيأثر على الكبد وبيأثر على القلب وبيأثر والكلى كل شيء بيأثر عليه. نعم. الديكسون كورتيزون، بتعرف شو معناه كورتيزون؟ عنوان لكتاب، صح، له آثار سلبية مهبة ودب. الأطباء يسمعوني وهن بيعرفوا أحسن مني. صح صح. الكورتيزون مادة سامة. نحن تعريف الدواء شو عم نسميه؟ صح. دواء هي مادة سامة، صح، بكمية معينة ما لها قيمة. نعم. بترمومتر معين دواء بزيادة سميتها يصير مادة سامة. فالدواء هي بالأصل سام، مواد سامة هي. فالكورتيزون موجود بجسم الإنسان. إذا أعطيته يقل إفراز الكورتيزون من الجسم. وأكبر خطأ أطفالنا صغار أعمارهم لسه بالسنة عم نعطيهم كورتيزون. بأوروبا لا يمكن ينعطى لا دواء التهابات ولا مضاد حيوي ولا كورتيزون بأي شكل من الأشكال إلا بالمشفى وضمن إسعاف معين. نعم. ممنوع، حتى خافضات الحرارة ممنوع، بإشراف طبيعي. يسووا كمادات. نعم. تخفيض طبيعي، كل شيء عنه طبيعي. ما في ديكلون ينعطى للأطفال وديكلون ينعطى الإبر، ويجي واحد يقول انطيني واحدة ديكسون وديكلون يابا اضربها ارتاح فورا. وما بيحسب بالمستقبل شو بده يصير معه. صح. حتى الكورتيزون عندنا بالصيدلية عم بياخذوا حبوب عيار 6 و4، شقد ما نقول لهم ما بتستوي. انطيني حب قبل ما يتزوجوا مثال. تماما. يعني انا اخاطب الشعب، اخاطب نعم الجمهور المسكين. نعم. انطيني كورتيزون عيار 1.5 عيار 5، لك يا اخي ما يصير، ممنوع يابا، انت انطيني شكارك فيها. تماما. هو ما بيعرف مدى خطورته، ياخذ مدى خطورته، يضرب الكبد والكلية والقلب للأسف. هاي واقعنا. نحن بالبداية حديثنا قلنا إنه طالما ما في وعي صحي، وطالما القاعدة الصحية عندنا سلبية، وطالما الثقافة الصحية ما في بين نحن نقول مو للنخبة الصحية المثقفة، لعامة الشعب عم نحكيها يعني أتأسف لسه في عنا حتى استعمال الأدوية غلط. تماما. استعمال الأدوية عنا نصه غلط. أكيد. دكتور صلاح رمو، حقيقة الحديث معكم لا يمل، والمعلومات جدا قيمة، وتمنينا كان يكون معنا وقت أكثر، لكن نشرة الأخبار رح تكون بعد البرنامج. مشكور على الحضور الجميل والمعلومات القيمة. نحن بلقائنا وآخر اللقاء بنوجه عبر منبر بوير وبالطبيب الضيف رسالة للجهات المعنية، رسالة للمواطنين، للزملاء، للصيادلة، للأطباء، عبر منبر بوير، وبكم كلمة من عند الدكتور صلاح. أتمنى من سوريا الجديدة ومن المسؤولين ومن القائمين على رأس وزارة الصحة أن يضبطوا وينظموا الوضع الصحي العام. الماضي انتهى، بدنا نبدأ صفحة جديدة. هالصفحة أتمنى يكون بيضاء وما نرجع لهالأحاديث القديمة، من حيث الدواء، المعامل، استيراد الأدوية، مخابر مراقبة الأدوية، الأطباء، المستشفيات، الصيادلة. أتمنى مني وأنت طالع نضبط الأمور ونخلينا نكون على السكة الصحية المضبوطة. ألف شكر لكم مرة تانية دكتور صلاح رمو، دكتور صيدلاني، كان ضيفنا ببرنامج صحتك بالدنيا. الله يعطيكم العافية. شكرا لك وأشكركم، وأتمنى هيك ندوات أو مقابلات بيصير للتعريف بالوعي الصحي إن شاء الله. ومع الأسف محافظتنا محافظات نائية تفتقر. نعم. يعني العالم عم ينظلموا مرة، نحن مرتين عم ننظلم للأسف. شكرا لكم دكتور، وشكرا على حسن استماعكم ومتابعتكم. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. ضلوا بخير وسلامة.